جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما. فهل يستطيع أحد من الأحياء أو من الأموات أن يتحكم في هذه الفصول فيجعل الحار باردة والبارد معتدلة أو يجعل الصيف شتاء والشتاء صيفا؟ أبدا. فوالله وبالله وتالله لو اجتمع من بأقطارها ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا. ونتحدى الملاحدة ونتحدى الزنادقة والصوفية كبارهم وصغارهم أقطابهم وأوتادهم عوامهم وعلمائهم أن يدفعوا عن أنفسهم الحر أو يطردوا البرد من مناطقهم وأماكن تواجدهم. لا قدرة لهم على ذلك. لله الأمر من قبل ومن بعد. أيها المسلمون إن تغير الفصول واختلاف المواسم يترجم لنا بالعربية الفصحى قول الله جل وعلا وخلق الإنسان ضعيفا